شهدنا في الأسابيع الماضية انتقالات نارية، وبعد دخولنا الأسابيع الأخيرة من سوق الانتقالات، في هذا الفيديو سنقدم لكم أقوى 10 انتقالات جديدة تمت رسميا. وقبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك ليصلك دوما كل جديد، وبسم الله بدأنا. ليزلي أوغوتشوكو إلى تشيلسي. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع ليزلي أوغوتشوكو لاعب الوسط اليافع لفريق رين الفرنسي. واتفق تشيلسي مع رين قبل أيام قليلة على إبرام الصفقة مقابل 25 مليون جنيه استرليني. وعقب تجاوزه الكشف الطبي، وقع أوغوتشوكو البالغ من العمر 19 عاما عقدا يمتد ل7 أعوام مع تشيلسي حتى 2030، مع إمكانية التمديد لموسم ثامن. كافاني إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني. أعلن بوكا جونيورز رسميا التعاقد مع المهاجم الأوروغواني إديسون كافاني بعقد يمتد حتى ديسمبر 2024، حيث انضم للنادي الأرجنتيني بعد فسخ عقده مع فالنسيا الإسباني. وكان كافاني صاحب 36 عام كان قد جاء إلى أوروبا في عام 2006 للعب لباليرمو الإيطالي، وذلك قبل أن ينضم لنابولي عام 2010. وبعد 3 مواسم رائعة في إيطاليا، انضم المهاجم لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث قضى بين جدرانه 7 مواسم كاملة قبل أن ينتقل لمانشستر يونايتد الإنجليزي عام 2020. وبعد مشاركته لموسمين مع الشياطين الحمر، انضم اللاعب لفالنسيا قبل أن يخطو خطوته الجديدة إلى بوكا جونيورز. موسى ديمبélé إلى الاتفاق السعودي. أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده بشكل رسمي مع الفرنسي موسى ديمبélé لاعب أولمبيك ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر. ولم يكشف الاتفاق عن مدة التعاقد مع ديمبélé وما سيتقاضاه سنويا مع الفريق، لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن العقد يمتد ل4 سنوات. ويلعب موسى ديمبélé والمنحدر من أصول مالية في مركز المهاجم، حيث سبق له خوض تجارب مع أندية أوروبية عديدة: أولمبيك ليون، سيلتيك، وأتلتيكو مدريد. ويسعى الاتفاق لتعزيز صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين في الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما تعاقد مع المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد لقيادته فنيا، إضافة إلى التعاقد مع قائد ليفربول السابق جوردان هندرسون، حيث انضم هندرسون إلى الاتفاق السعودي بعد 12 عاما قضاها مع ليفربول، وخاض مع الفريق 492 مباراة في جميع البطولات، وارتدى شارة القيادة منذ 2015. وقاد هندرسون الريدز لحصد 7 ألقاب، منها دوري أبطال أوروبا في 2019 والدوري الإنجليزي في 2020. وعلى المستوى الفردي فقد حاز هندرسون في عام 2020 على جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لتصويت رابطة الكتاب الرياضيين في إنجلترا. تشوكويزي إلى ميلان. حاسم الروسونيري الصفقة السابعة هذا الصيف بضم النيجيري سامويل تشوكويزي جناح فياريال حتى عام 2028. وقدم اللاعب أداء مميزا في الليغا الموسم الماضي، لا سيما في مواجهة ريال مدريد بالدور الثاني، حيث سجل هدفين رائعين قاد فريقه للانتصار على الملكي ب3 أهداف مقابل هدفين. وأشار فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا إلى أن ميلان حسم الصفقة مقابل 20 مليون يورو، إضافة إلى 8 ملايين كمتغيرات. وانضم تشوكويزي لفياريال عام 2017، وخاض مع الفريق الرديف 20 مباراة سجل فيها 4 أهداف، قبل أن يشارك مع الفريق الأول في سبتمبر 2018. واختار النيجيري ارتداء القميص رقم 21 رفقة الروسونيري ليصبح الصفقة السابعة لميلان هذا الصيف، عقب التعاقد مع لوكا روميرو، بوليسيتش، لوفتوس تشيك وغيرهم.
ألان سان ماكسيمان إلى أهلي جدة. حسم أهلي جدة رسميا صفقته الرابعة هذا الصيف بعد إعلانه تعاقده مع الفرنسي ألان سان ماكسيمان جناح نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعدما خضع للفحص الطبي في لندن الأسبوع الماضي لصالح النادي السعودي دون مشاكل، حيث أن الأهلي حسم الصفقة مقابل ما يقرب من 30 مليون دولار بعقد يمتد إلى 3 مواسم، لينضم بذلك للنجم الجزائري المنتقل حديثا إلى صفوف النادي السعودي. منير الحدادي إلى لاس بالماس. أعلن نادي لاس بالماس رسميا تعاقده مع منير الحدادي بصفقة انتقال حر، وكان تعاقد مع اللاعب بعد موسم متذبذب مع ختافي الإسباني. فابينيو إلى الاتحاد. أعلن نادي اتحاد جدة السعودي رسميا تعاقده مع البرازيلي فابينيو لمدة 3 سنوات قادما من صفوف ليفربول الإنجليزي. ولم يكشف الاتحاد قيمة الصفقة، لكن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن ليفربول سيحصل على ما يقرب من 40 مليون يورو. ويعد فابينيو رابع صفقات الاتحاد خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد الفرنسيين كريم بنزيما وانغولو كانتي والبرتغالي جوتا. وشارك فابينيو مع ليفربول في 219 مباراة بكل المسابقات منذ انضمامه للفريق قادما من موناكو في صيف 2018، وسجل 11 هدفا وصنع 10 آخرين. ساديو ماني إلى النصر. تعاقد جديد للنصر السعودي لتعزيز هجومه الذي يقوده البرتغالي كريستيانو رونالدو. وأعلن نادي النصر تعاقده مع ساديو ماني بقيمة تصل إلى 30 مليون يورو. عثمان ديمبélé إلى باريس سان جيرمان. بشكل مفاجئ أعلن باريس سان جيرمان تعاقده مع نجم برشلونة عثمان ديمبélé، وهذا ما أكده مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، حيث أعرب عن أسفه الشديد من قرار اللاعب. وحسب الموثوق فابريزيو رومانو فإن باريس كسر الشرط الجزائي لعقد اللاعب البالغ 50 مليون يورو. ورغم الأجواء المتوترة في النادي الباريسي إلا أن اللاعب الفرنسي أبدى سعادة كبيرة للانتقال إلى صفوف الPSG. لا تنسى الاشتراك ودمتم في أمان الله.